نصف كيلو من البنان غنحضروا كلاص بجوج الاشكال، كيجي لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. الطريقه اللي جيت سهله ومبسطه، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله يتلقاكم فيديو نتوما بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه ان شاء الله باذن الله. نبداو فيديو ديالنا بصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيجي كلاص كريمي كما كتلاحظوا، كيجي لذيذ بزاف معلك، ما تشبعيش منه نهائيا، ما تيقهمش بتاتا. فالطريقه اللي سهله ومبسطه، ربع ساعه كتكوني حضرتي الكلاص ديالك، وفي المجمد تقريبا واحد ساعه تيكون كلاص جاهز. واكثر يلي عندها الاطفال صغارين من احسن انك تحضري كلاص في البيت، هكا تامني على الصحه ديالهم. يعني الكلاص كيكون جاهز نتاع برا راه اكيد عامر بمواد حافظه والمكونات اللي كيكونوا ضارين بصحتنا. بالنسبه للشكل الثاني اللي ضفت ليه الكلاص، حتى هو كيجي خطير، كيجي في المذاق نتاعو زوين بزاف، ما تشبعوش باللذه اللي فيه. بالنسبه للبنان، يعني خديت نصف كيلو نتاع البنان، قطعته شرائح رقاقين بهذا الشكل باش يعني تطحن ليا في الهاشوار مزيان. الا درتو هكا في ميكس باش يتطحن ما يضيعش لكم الماكينه نتاعكم. حتى منين تقطعوه يعني بسطوه في الكيس، ما تجمعوش بحال الشكل نتاع الكره، يجي صعيب باش يتطحن. بالنسبه للمكونات، هنايا ضفت زلافه نتاع البنان مقطع شرائح صغارين كما لاحظتوا معايا. ضفت واحد العلبه نتاع الياغوت بالنكهه نتاع البنان. وثالث حاجه شنو ضفت واحد ربع كاس من الكاس نتاع العنبه نتاع القشطه طريه، ممكن تضيفوها ممكن تستغناو عليها. بالنسبه للسكر او العسل ما ضفتوش نهائيا، على حسب البنان اللي استعملت. يعني كان طايب مزيان، يعني يكتفي غير الحلاوه اللي كاينه في البنان. الا كنتو بغيتو تزيدوا الحلاوه اكثر، ضيفوا واحد معلقه صغيره نتاع العسل. كما كتلاحظوا حصلت على هذا القوام، هذا كيجي كريمي طحنته مزيان. فغنوضعوه في هذه العلبه هذه، تكون محكمه الاغلاق تقريبا واحد ساعه حتى لساعه وربع تيكون جاهز. وبالنسبه للشكل الثاني نفس الطريقه، غير هذا زدت ليه الشوكولاته. ضفت واحد المعلقه صغيره عامره من الكاكاو، او كتضيفوا معلقه كبيره نتاع الشوكولاته اللي كتضيفوه في الحليب لوليداتكم. وضعت جوج علب نتاع دانيت ديال الشوكولاته، ونصف كاس من القشطه الطريه. كما قلت قبل ممكن تستغناو عليها، ماشي من الضروري تضيفوها. وكنطحنوا مزيان حتى كنحصلوا على داك القوام كريمي، وكنوضعوه في البواطه وكنوضعوه في المجمد ساعه حتى ساعه وربع حتى يكون جاهز. كما كتلاحظوا بالنسبه لهذا الشكل هذا الاول. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه، كل واحد والذوق ديالو. وضعت شويه ديال الصوص كراميل من الفوق، وبعض رقائق نتاع اللوز افيلي محمر. فكيجي الصراحه واحد الكلاص ما تشبعوش منه بالمذاق واللذه اللي فيه. بالنسبه للكلاص هذا ملي تجبدوه يعني خصكم دغيا تقدموه دغيا تيذوب. ونفس الطريقه حتى ديال الشوكولاته، يعني ملي تجبدوه دغيا تقدموه كما قلت لكم دغيا كيذوب وكيسيح. فكيجي صراحه زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه نتاع لي كلاص، طريقه سهله ومبسطه كما لاحظتوا معايا من بدايه الفيديو. هذا الفيديو درته يعني قصير خفيف وظريف هكا، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، فنخليكم على خير. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.